السلام عليكم. المصري والاهلي والزمالك وسيراميكا وسموحه. رايي الشخصي ان بيراميدز وسموحه هو اسهل ماتش. سموحه ما فازش ولا ماتش في الدوره السباعيه. سموحه فريق صعب يعني، اداؤه على فكره سيء جدا في الماتشات الاخيره. بيراميدز المفروض ان هو الاقوى، المفروض ان هو الاجهز، المفروض ان لعيبته كواليتي اعلى بكتير قوي من سموحه. لكن الحقيقه في مشكله في انه الحكم الحقيقه سيء. الحكم له في اخر كام ماتش حتى مع الاهلي مصايب. ماتش سموحه ما حسبش ضربه جزاء على الاهلي، ماتش انبي حسب ضربه جزاء لحسين الشحات مش ضربه جزاء، وما حسبش ضربه جزاء لانبي لكهرباء مجامله للاهلي. عشان كل ده يرادوا الاهلي في بعد ماتش سيراميكا والدوشه اللي عملها الاعلام في ماتش سيراميكا. فبالتالي هم بيحاولوا او اتحاد الكوره عين الحكم ده عشان يراضي الاهلي. طب ما نستبعدش ابدا انه يكون برضه من ضمن مرادات الاهلي انه يوقعوا بيراميدز في اخر ماتش. يعني ما نستبعدش ابدا، ما هو انت بتعينه ليه دلوقتي؟ ما تجيب حكم يا عمي اجنبي، حتى ما تجيب حكم ملوش انتماءات، ما يكونش ليه سوابق في الدوري ومصايب وكوارث يعني. لكن انت متعين حكم زي ده جامل الاهلي في ماتشين سواء انبي او سموحه، وبتعينه للمنافس على الدوري بيراميدز. وعلى فكره بيراميدز يقدر يحرم الاهلي اذا فاز، واذا الزمالك فاز يحرم الاهلي من المشاركه في في بطوله افريقيا السنه الجايه. فبالتالي انت ما ينفعش تجيب حكم عليه كلام كتير من بالشكل ده. لكنه برضه اقول ده خطا بيراميدز، لان بيراميدز المفروض كانت تسعى انها يبقى في حكم اجنبي. لازم، ده اخر ماتش بطوله. الزمالك وسيراميكا يمكن الزمالك نفد جزئيا ان هو جاب حكم اجنبي وراح دماغه. طبعا الكلام على انه الماني، واشمعنى الماني؟ يا اخي سبحان الله، كانوا بيجيبوا اسباني، فالاهلي قال لهم لا، هو انتوا كل مره تجيبوا اسباني؟ لا احنا مش عايزين اسباني. جابوا له الماني، قال لك هو ايه ده؟ اشمعنى الماني؟ وانت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ اسباني لا، الماني لا، طب نجيب لك منين؟ نجيب لك امين عمر. فجابوا للاهلي امين عمر في ماتش الاهلي. امين عمر معروف انتماءاته، معروف ليه ومين اللي بيدعمه عشان يوصلوا للمكانه الدوليه اللي لما لا يغنوا بيها ميديا الاهلي. ما الاهلي هو اللي بيدعم امين عمر، عشان كده امين عمر بيروح كاس العالم. هي ماشيه كده. الحكم اللي يرضى عنه الاهلي بتلاقيه في الصفوف الاماميه، وبعد كام سنه لما يبطل على فكره هيمسك لجنه التحكيم عادي جدا. هي ماشيه كده. واللي يغضب عليه الاهلي زي محمد عادل مثلا يتقلش وما يحكمش وما يبقاش له تواجد في اتحاد الكوره. فهي ماشيه كده، ماشيه معارف والدنيا حلوه يعني. اللي يدعموا الاهلي بيدعموا مش بس اثناء ما هو بيلعب، زي لعيبه الكوره. هو النهارده لما بتيجي تتفاوض مع لعيب كوره تقول له ايه؟ الاهلي يعني بطولات، يقول لك بس انا جاي للخليج بضعف الرقم. تقول له مش مهم. ليه؟ لان انا هنشغلك بعد ما تبطل كوره. هنشغلك فين؟ في قناه الاهلي؟ لا مش في قناه الاهلي. احنا ماسكين البلد كلها ما شاء الله، ماسكين الاعلام بتاع البلد كلها. هنشغلك، هنطلعك من القناه دي، هندخلك القناه دي، وعد يا معلم الحلقه ب 50,000 وب 40,000. طب انت جايب السطوه دي منين؟ وتختار ده تخليه يطلع في برامج، وتختار ده تمنعه انه يطلع في برامج. ازاي؟ ولا ما بيحصلش؟ ولا ما بتاخدوش بالكم؟ لا ما بتاخدوش بالكم، او كتير منكم حتى اللي بياخد باله بيعمل نفسه مش واخد باله. للاسف يعني كان السادات زمان قال لك مراكز القوه. الاهلي مركز قوه في مصر. الاهلي مركز قوه في مصر، مش بجمهوره، لا بمحبينه. شكرا جدا لكم.